السلام عليكم يا شباب، ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير. تخيل تلاقي شغل احلامك في الامارات، الراتب كويس والسكن متوفر وكل حاجه تمام، لكن بعد ما تمضي العقد وتبدا الشغل تكتشف ان كل حاجه مختلفه. الراتب اقل، ساعات العمل اكتر، الاجازات اختفت. للاسف ده بيحصل مع ناس كتير، والسبب انهم مضوا العقد بسرعه من غير ما يراجعوا بنود العقد كويس. في الفيديو ده هقول لك بالتفصيل خطوه بخطوه اهم المشاكل اللي ممكن تواجهك وانت بتمضي عقد الشغل، وازاي تتفاداها وتحافظ على حقوقك 100% كمغترب في الامارات. ركز معايا لان كل نقطة هقولها لك مبنية على تجارب حقيقية حصلت لناس قبلك، فخلي بالك كويس. بس قبل ما نبدأ ما تنساش اللايك بتاعك والاشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتش، ولو عندك تجربة قبل كده وانت بتمضي العقد اكتبه في الكومنتات علشان الناس تستفيد. ويلا بينا نبدأ بأول خطأ، وهو التسرع في التوقيع على العقد. كتير مننا اول ما يسمع كلمة مبروك انت اتقبلت في الشغل يتحمس بقى ويقلبها فرح، وما يقراش بقى بنود العقد ويمضي فورا على العقود وما يعرفش هو مضى على ايه. المهم الشغل ان هو لقى العقد بتاعه ان هو يمضيه، وانه لقى الشغل اللي هو بيدور عليه وخلاص. بس خد بالك، العقد مش مجرد ورقة، ده قانون بينك وبين الشركة. يعني مثلا في واحد اسمه محمود صديقي، يعني جاله شغل في شركة في دبي مثلا، مضى بسرعة لانه كان محتاج انه يشتغل فورا علشان يلحق الفيزا بتاعته قبل شهرين ما يخلصوا. بعدين اكتشف ان الشركه يعني كاتبه في العقد ان الراتب الاساسي 2500 درهم بدل ال 3500 اللي كان متفقين عليه في المقابله. حاول بقى يشتكي، لكن العقد واضح ومش في صالحه خالص. اللي بيبقى مكتوب في العقد هو اللي بيبقى ملتزم بيه، سواء اللي في الشركه او اللي مضى على الموظف يعني. المهم بقى في القصه دي انك ما تستعجلش ابدا، واقرا العقد كويس وراجع كل كلمه، وده حقك طبعا، واسال على اللي مش فاهمه. وخلي بالك وخلي عندك جرأة انك تقول اللي انت عايزه، مثلا لو في حاجة انت مش فاهمها او محتاج وقت تراجع العقد بهدوء عادي، برضو ده حقك. لان انت لو التزمت ومضيت تقعد السنتين كاملين او مدة العقد على حسب يعني مدة العقد قد ايه، لازم هتكمل مدة العقد على كما هو عليه العقد. يعني سواء انت مثلا حاسس ان في بنود ليها ظلم ليك، او مثلا زي ما انت ما اتفقت على حاجة وما لقيتهاش في العقد، انت ملتزم ومجبر ان انت تكمل العقد بالموجود البنود فيه، فما فيهاش كلام غير ان انت لازم تراجع قبل ما تمضي العقد على كل حاجة. تاني خطأ وهو عدم مقارنة العقد بعرض العمل او الاوفر ليتر. في الامارات اغلب الشركات بتبعت لك عرض عمل مبدئي قبل ما العقد الرسمي بيجي يعني، وده بيكون فيه تفاصيل زي الراتب والسكن والتذاكر والتأمين وتفاصيل تانية كتير. المشكلة ان بعض الشركات بتغير بنود العقد ده في العقد النهائي. زي مثلا حد اعرفه اتبعت له عرض اللي هو الاوفر ليتر اللي بيجي قبل العقد ده، في الراتب تقريبا 5000 درهم شامل السكن، لكن لما وصل العقد الرسمي لقى الراتب الاساسي 3500 وبدل السكن حسب سياسة الشركة. يعني ببساطة ممكن ما تاخدش ال 1500 دي اطلاقا. الحل قبل ما تمضي العقد، قارن البند بالبند بين العقد والعرض اللي جالك. لو في فرق اطلب تعديل العقد فورا، لان بعد التوقيع بيكون صعب جدا تغير حاجة في العقد، بتكون ملتزم ببنود التزام تام زي ما انا قلت قبل كده. نيجي بقى للخطأ الثالث، وهو عدم فهم نوع العقد، يعني محدد المدة ولا غير محدد المدة. هو في الامارات نوع العقد بيأثر على كل حاجة، سواء الانهاء او التعويض او الاقامة او حتى مستقبلك المهني. العقد محدد المدة ده يعني ليه تاريخ بداية ونهاية، يعني لو سبت الشغل قبل انتهاء العقد ممكن الشركة تطالبك بتعويض. العقد غير محدد المدة تقدر تنهيه بإشعار مسبق حوالي 30 يوم أو 60 يوم على حسب المكتوب في العقد. يعني مثلا أنت اشتغلت في شركة سنتين بعقد محدد المدة، لو قررت تسيب الشغل قبل نهايته مثلا ب6 شهور أو سنة، الشركة ممكن تخصم منك راتب شهرين لأنه مخالف مدة العقد. ونفس الكلام برضو لو الشركة قررت تستغنى عن خدماتك هتديك راتب شهر أو شهرين برضو على حسب الاتفاق وانت ماشي، او شهر مثلا حسب بنود العقد. نصيحة ليك يعني دايما تسأل على نوع العقد قبل التوقيع، واعرف حقوقك ايه وواجباتك ايه في كل نوع. الخطأ الرابع هو عدم وضوح الراتب وطريقة الدفع. يعني في بعض العقود تلاقي مكتوب مثلا الراتب الإجمالي 4000 درهم بس مش مكتوب الراتب الأساسي ولا البدلات، وده خطر جدا لأن المكافآت ونهاية الخدمة بتحسب على الراتب الأساسي بس. يعني مثلا لو الأساسي بتاعك 2000 والباقي مثلا بدل مواصلات وسكن، فمكافأة نهاية الخدمة تتحسب على ال 2000 مش ال 4000. هي تقريبا نهاية الخدمة بتتحسب من أول 5 سنين، بتتحسب السنة بيبقى 21 يوم، لكن بعد كده بعد 5 سنين بيبقى ليك 30 يوم، يعني اللي هو شهر مثلا مكافأة بتضاف على المكافأة اللي هي نهاية الخدمة. يعني كمان اتأكد ان الشركة هتحول راتبك عبر نظام اللي هو حماية الأجور اللي هي WBS، وده نظام حكومي بيراقب الشركات وبيضمن انك تستلم راتبك في مواعيده. لو الشركة بتدفع نقدا او بتحاول مثلا تتهرب من موضوع ال WBS ده النظام اللي هو الحكومي ده، اعرف ان هو علامة خطر، يعني الافضل تبعد عنها،
ان ده كده ممكن ما تقدرش تثبت حقك لو هو ما بعتلكش او ما دفعلكش مثلا شهر او شهرين مرتب، فما بتقدرش تعرف او تثبت ان هو ما دفعلكش لو هو بيديك كاش يعني. الخطأ الخامس عدم الانتباه لساعات العمل والاجازات. يعني بعض الشركات تكتب بند غامض زي مثلا العمل حسب متطلبات الاداره، وده معناه انك ممكن تشتغل 10 او 12 ساعه بدون اجر اضافي. هو القانون العمل الاماراتي بشكل عام بيقول ان ساعات العمل القصوى 8 ساعات في اليوم او 48 مثلا ساعه في الاسبوع. اي زياده عنها لازم يكون لها بدل اضافي اللي هو الاوفر تايم. كمان تاخد ان الاجازه السنويه مكتوبه بوضوح على الاقل 30 يوم في بعد سنه خدمه. يعني بعد ما تكمل سنه خدمه انت بيبقى ليك 30 يوم اجازه مدفوعه الاجر طبعا. راجع بقى كل بند خاصه مثلا بالراحه والاجازات كويس جدا، لانك مثلا ممكن تشتغل سنه او سنه ونص ولما تيجي تطلب اجازتك السنويه يقولوا لك مفيش بند في العقد عن الاجازه، ودي النتيجه مثلا هتضطر تستقيل او تدور على شغل تاني او تكمل مده العقد من غير ما تاخد اجازه خالص. الخطأ السادس هو بنود الخصم او الغرامات الصادمه. يعني بعض الشركات بتكتب بنود غريبه جدا زي مثلا لو ترك الموظف العمل قبل سنه يخصم منه 3 رواتب، او مثلا ممكن مثلا ممنوع يشتغل في نفس المجال لمده سنتين بعد انتهاء العقد. البنود دي غير قانونيه في اغلب الحالات، والقانون الاماراتي ما بيسمحش بحرمان العامل من حريته في اختيار العمل. شفت حد قدامي قبل كده قدم استقالته بعد 8 شهور والشركه خصمت منه راتب شهرين بحجه انه خالف البند ده. لما اشتكى في وزاره الموارد البشريه الوزاره لغت البند يعني وفرضت غرامه على الشركه لانها مخالفه للقانون. يعني الخلاصه ان اي بند تحسه ظالم او مش منطقي لازم تسال عنه او تراجع وزاره الموارد البشريه قبل التوقيع. الخطأ السابع عدم الاحتفاظ بنسخه من العقد. يعني بعد ما تمضي العقد لازم تاخد نسخه اصليه او الالكترونيه من العقد ده مختومه من الشركه. ليه بقى؟ لان العقد ده هو الدليل الوحيد لو حصل خلاف. ناس كتير بيكتفوا بصوره من الواتساب او الايميل وده مش كفايه قانونيه. احفظ نسخه PDF مثلا من العقد واحفظها بعيدا مثلا في اي مكان تاني. الخطأ الثامن هي عدم مراجعه العقد قبل تسجيله في وزاره الموارد البشريه. يعني قبل ما الشركه ترفع العقد رسميا على موقع وزاره الموارد البشريه اطلب نسخه نهائيه وراجعها بنفسك، لان بعد التسجيل اي تعديل بيحتاج موافقه من الطرفين واجراءات طويله. وكمان تقدر تدخل على موقع الوزاره وتتحقق بنفسك من بيانات عقدك وتشوف هل تم تسجيله ولا لا. دي خطوه بسيطه بس بتحميك من مشاكل كتير بعد كده. الخلاصه ان المغترب الذكي هو اللي بيمضي عقده وهو فاهم كل كلمه فيه، لان العقد ده مش مجرد ورقه، ده اللي بيحدد مستقبلك وراحتك واستقرارك في الغربه. يعني تسال كل حاجه وتستشير قبل ما تعمل اي حاجه. ما تخليش حماسك للشغل يخليك تقع في غلطه ممكن تكلفك شهور من التعب يعني والبهدله. فلو استفدت من الفيديو شاركه مع اي حد ناوي يشتغل في الامارات، لان ممكن تكون مثلا سبب انه يتفادى مثلا مشكله كبيره او حاجه. وانا اسلام مغترب في الامارات بشارك معاكم كل اسبوع نصايح من القلب للمغتربين. واشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده اول باول. السلام عليكم.